وتحمل الأحاديث السابقة على ما إذا كان قلبه إيش يتعلق بالطعام ويشتغل، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. فإن قال قائل لماذا لا تجعلونها رخصة وأن الإنسان له أن يبقى حتى ينتهي أكله، سواء كان يتعلق قلبه بذلك أو لا، لأنه مهما كان في الغالب لا بد أن يكون هناك تعلق. قلنا هذا أيضا محتمل أن نقول الرخصة عامة ولك أن تبقى، ويكون فعل الرسول عليه الصلاة والسلام من باب فعل الأفضل. نعم. شيخ في حديث ابن عمر السابق النبي صلى الله عليه وسلم كان قال إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. شيخ بعض الناس يستشهد بهذا الحديث أنه ربما صام النوافل، أنه يصوم النوافل نعم الاثنين والخميس وكذا أو البيض، فهو عندما يفطر يعني يأخذ كل راحته حتى يكون في منتصف الوقت بين المغرب والعشاء وهو لم يفرغ، وفاته الصلاة ما شاء الله، يعني من غروب الشمس إلى نصف الوقت. عشان هذا يعزم ناس فيقعد يسوي معهم، أحيانا يعزم ناس فيفتح معهم من حديث وكذا. والله على كل حال الناس يختلفون في الإفطار، منهم من يفطر على تمر يسير وماء أو قهوة ويخرج إلى الصلاة، وهذا أحسن، لا من جهة أنه يدرك الجماعة ولا من جهة أنه لا ينبغي للإنسان إذا كانت المائدة خالية أن يفجأها بملئها، لأن هذا ضرر عليها، بل يعطيها شيئا فشيئا. لكن لو فرض أن الإنسان أراد أن يترخص وقال أني لا أستطيع أن أذهب إلى صلاة المغرب حتى أتعشى، نقول له ذلك رخصة. وإن فاتت الصلاة؟ نعم، وإن فاتت الصلاة صلاة الجماعة نعم وإن فاتت، لكنه لا يخرج عن الوقت. متعب إذا خشي فوات الوقت فلا بد أن يصلي، اللهم إلا فيما إذا كان يدافعه الأخبثان فإنه قد يقال لا يتمكن من الصلاة، لأن بعض الناس إذا دافعه الأخبثان لا يتمكن من إمساكهم، فمثل هذا نقول حتى لو خرج الوقت. نعم. إذا كان وقت الصلاة قريب وحضر الرجل الطعام وكان في الطعام بصل أو ثوم وهذه من الأشياء اللي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأكل المصلي، فنقول له لا تأكل منها أو يأكل ولا يحضر الصلاة. يعني ماذا تقولون؟ إنسان قدم له طعام فيه بصل، فهل نقول لا تأكل منه أو نقول كل ولا تحضر الصلاة؟ نعم الظاهر نقول أين نقول كل ولا تحضر الصلاة، لأنك لم تأكل لئلا تحضر، إنما أكلت تشهيا، وإذا فعلت ذلك فإنك منهي أن تحضر إلى المسجد لئلا تؤذي الناس، هذا هو الأقرب. نعم.